السلام عليكم، شلونكم أحبتي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. فيديو اليوم هو راح نزين كيكة عيد ميلاد بنوتة. طبعا هنا الكيكة قياس 20، وأنا منزلة طريقتها بالقناة. غلفتها تغليف أولي، وبعدين هاي هسه قاعدة أغلفها بتغليف الطبقة الثانية. أنا أحاول أملي الفراغات حتى تبين ثقل مضبوط. هنا أنا هم أحاول على كيفي ما أضغط على الكريمة، خفيف على راحة ايدي، يعني ما اضغط عليها حتى لا تروح الكريمة كلها. هنا أنا اسويها بهاي الاداة النقشة. طبعا هاي النقشة تحتاج شوية كريمة ثخينة، يعني طبقة ثخينة حتى تبين ان هذه النقشة. مثل ما تشوفون هنا هم راح املي الفراغات حتى تبين مرتبة. عفوا. هنا أنا هسه همينة أعدلها من الأعلى. عفوا. هنا راح أسوي هاي النقشة هنا بالفرشاة. هسه نبدي نسوي المجسمات من عجينة السكر. طبعا هاي العجينة بيضة وأنا ضفت لها لون جل بحيث أصبحت بهذا اللون. هنا نخلي نشا حتى لا تلتصق العجينة. نبدي نسوي بالفستان مات البنية. هنا أنا أسوي الطبقات كسرات. شقد ما بيكم سووا الفستان او اي شيء من عجينة السكر، يعني من حخليها على الكيكة ام الكريمة نسويها طبقة خفيفة جدا حتى لا توقع من الكيكة، لان الكيكة مغلفتها كريمة لا تزحلق من هذا. بس انا هم قالت لكم الكيكة اللي مغلفة بالكريمة ورا ما تغلفوها بالكريمة تخلوها شوية يعني بالبراد أو بالثلاجة، يعني مو هواية، شوية بس شوية يعني ما تخلوها يعني تجمد كلش. وراها تخلون المجسمات العجينة السكر. لأن إذا جمدت الكيكة بالكريمة راح يصير صعب التصاق المجسمات من عجينة السكر، صعب التصاقها بالكيكة. وهي الكريمة بعدها يعني شوية ما جامدة نلصق المجسمات العجينة السكر حتى بعد وراها من ورا ما تخلوها بالثلاجة بعد تلتصق ببعضها. ومثل ما قلت لكم حاولوا تصير الطبقة مالت العجينة السكر خفيفة، يعني طبقة كلش خفيفة. مثل ما تشوفون هسه أنا يعني سويتها كلش خفيفة حتى بالسهولة تثبت بالعجينة السكر. هنا أنا عندي راح أخلي الراس أسويه بلون البشرة. ضفت خطين أصفر وخط واحد أحمر، خط خفيف حتى يبين عندي لون البشرة مثل ما تشوفون. يعني الأصفر يصير أكثر من الأحمر. هنا هاي سويتها بالقلم الغذائي. هنا هاي عندي عجينة سكر سودة لون أسود، وراح أسوي الشعر مثل ما تشوفون قياس يكون عدل. وهنا بهاي الأداة أعدل يعني مكان خصلات الشعر.
هنا اسوي الايدين واسوي الرجلين البنية. عندي هنا هذا اللون. بالنسبة لهذا اللون، هو انا اللون اخضر، عندي لون عجينة سكر اخضر، بس الالوان الموجودة بالسوق الوانها فاتحة، فاضفت لون اسود للون الاخضر فصار بهذا اللون. عندي هنا هاي الفلينة، كرات الفلين شوية بللتها بماي قليل كلش، وغلفت الفلين بهذا الشكل. هنا اسوي الورد بهاي القطاعة من نفس اللون. هاي عندي هنا اسم راح اكتبه، اسوي العفو اطبعه بالقطاعات اللي عندي مالت الحروف. هنا مثل ما قلت لكم انا الكيكة بعدها يعني ما جامدة، لصقت المجسمات. هاي بالنسبة للكرات الذهبية والأصفر هاي جاهزة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أخذكم بنين مرتضى.